السلام عليكم، أهلا بكم. هنعمل مع بعض النهاردة من ألذ وأطعم الوصفات اللي هتعمليها في حياتك، وهي البيتزا البيتي. أحلى من المحلات مليون مرة، قسما بالله وعلى ضمانتي. هتقعد معاكي لتالت أو رابع يوم وهي طرية وهشة بالطريقة دي، هشة وقطنية، بدون لبن، بدون زبادي، بدون بيض. فيها سر هقولك عليه في المقادير، هيخليها تقعد معاكي طازة بالطريقة دي لمدة 3 أيام بإذن الله. بس اعمليها بنفس التكات، أتمنى تجربوها بنفس الطريقة. ما هذا الجمال، ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين إيديكم بألف هنا وشفا. شايفين الطراوة بتاعتها؟ ما حصلتش. ونشتريها ليه من بره بالغالي؟ وأنا هقولك على كل تكاتها وأسرارها، وهعلمك تعملي عجينة قطنية هشة تقعد معاكي 3 أيام طازة بنفس الطريقة من الألف للياء. هعلمك تعمليها بدون أي تكلفة، ما تشتريهاش من بره تاني، اعمليها إن شاء الله بنفس الطريقة، وهتطلع معاكي بإذن الله عجينة ناجحة من أول مرة. عجينة انت عجناها في البيت بإيديك الحلوين، عارفة مكونات البيتزا ايه، وعلى ضمانتي هتطلع معاكي أحلى من المحلات بكتير. امدحي بقى في البيتزا بتاعتك من هنا كده لسنتين 3 قدام، لان الطريقة دي انا معتمداها ما شاء الله بقالي كذا سنة. ما بغيرش الطريقة، ما بحطش لبن، ما بحطش بيض، ما بحطش زبادي، وبتطلع بسم الله ما شاء الله بالطراوة دي. وهنعمل كمان معاها كاتشب بيتي من غير اي مادة حافظة، حاجة كده تاكلي صوابعك وراها. عشان ما اطولش عليكم حبايبي، هنسمي بالله ونصلي على رسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. معانا هنا حبايبي في المقادير 2 كيلو دقيق، انت عايزه تقللي الكميه قللي، رشه ملح، معلقتين كبار خميره فوريه او 2 ظرف خميره، معلقه كبيره سكر، كيس كامل بيكنج باودر، 4 معالق خل كبار. وده بقى اللي هيخليها طريه معاكي لتاني وتالت يوم طازه. ومعايا هنا ربع كوباية زيت بكوباية الشاي العادية، أو من 6 ل8 معالق زيت مش أكتر. الزيت هيتحط في الآخر. أنا هنا عشان ما أطولش عليكم الفيديو عجنت في بولة أكبر، وحطيت الخل طبعا وأنا بعجن. طبعا أنا ضفت كل المقادير قدامكم على الدقيق. أنا لما عجنت خلاص وبقت ناعمة معايا، بدأت أضيف الزيت بالتدريج واحدة واحدة كده يا بنات. هتبدأي تلاحظي إن هي بتتقطع معاكي عادي خالص. كملي عادي خالص. انا حبيت اوريكم الخطوه دي عشان وانتوا بتعجنوا البنات حبايبي الجدات اللي بيتعلموا ما يتخضوش يقولوا ايه ده العجينه باظت. لا، العجينه ما باظتش، هي هتلم معاكي دلوقتي وهتبقى ناعمه جدا وهشه قوي وبزياده، هتكون قطنيه جدا معاكي. اهم حاجه اخدميها في العجن. لو ايديكي تعبتك ريحي ايدك شويه، اهم حاجه تغطيها بكيس بلاستيك نظيف او بفوطه نظيفه، المهم عشان ما تنشفش. وارجعي يا حبيبتي اعجني فيها تاني. معانا هنا بقى في صلصه البيتزا حوالي هنا على 2 كيلو دقيق انا استخدمت نص كيلو طماطم فريش، وبصلتين وسط، و5 فصوص توم. البهارات فلفل اسمر، ملح، زعتر، ريحان اخضر مقطع او ريحان جاف. ماشي يا حبايبي، كل ده التوم والبصل والطماطم هيتفرموا مع بعض في الخلاط. افرمهم حلو قوي في الخلاط واحطهم في حله عندي على النار لغايه ما تتسبك. اول ما تتسبك هنزل بالتوابل والاعشاب دي. تمام يا حبايبي، واحده واحده معاكم. انا هنا بقى نحضر الكاتشب مع بعض. كوبايه ونص ميه، كوب الا ربع صلصه. الصلصه دي انا بجهزها عندي هنا في البيت، بتبقى احسن من المحلات 100 مره. و4 معالق خل، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره بصل بودر، معلقه صغيره سكر، ونص معلقه صغيره فلفل اسمر مطحون، ومعلقه ونص كبيره نشا. كل المكونات ديت هتنزل، ومعاها كوبايه ميه واحده. هنسيب النص كوب دلوقتي، هننزل الخل على الصلصه وننزل كوب الميه، وهننزل البصل البودر والسكر والملح والفلفل الاسمر، وهناخد النشا هندوبها في نص كوبايه، وبرده ننزل على الصلصه بيها ونرفعهم على النار. احنا هنلاحظ هنا اول ما نحط النشا لون الصلصه لونه هيفتح، لونه هيغير، بس اول ما هتغلي على النار هترجع لونها حلو تاني. كفايه انك عاملاه في البيت بايديك الحلوين من غير اي مواد حافظه.
احنا هنا رفعناه على النار. مع التقليب المستمر هنلاحظ ان لون الصلصة رجع تاني غامق زي الاول. شايفين يا بنات؟ ما شاء الله قوامه حلو قوي، ولسه كمان هيتقل شوية بعد ما يبرد. عايزة تضيفي في الوقت ده شطة، هيبقى مثلا كاتشب حار براحتك، ده حاجة ترجع لك. انا هنا صلصة البيتزا اتسبكت تماما، نزلت بقى بالريحان والزعتر والملح والفلفل الاسمر. هنا يا حبايبي الخطوة التانية، الحشوة نفسها بتاعت البيتزا. انا هحشيها بالسجق. طبعا انا بشتري السجق من جزار مضمون، بس مهما كان انا بحب اغلي ميه واسقط فيها اصابع السجق دي. طبعا انا بغير الجلافز، لازم يا بنات اي حاجه فيها لحوم مسكتيها اغسلي ايدك حلو قوي. هنا بقى يا بنات اول ما السجق سقطته في ميه مغليه غلي غلوه وهو في الميه، شيليه وبعدين شوحيه في طاسه، وبعدين قطعيه تقطيعه اللي انت حباها. هنا يا حبايبي انا مقطعه شرايح طماطم رفيعه جدا، وحاولي كمان لو تعرفي تشيلي البذر منها شيليه. زيتون شرايح، جبنه موتزاريلا، فلفل متقطع شرايح صغيره، وطبعا السجق معانا اهو متقطع. ماشي يا حبايبي، انا هنا قسمت العجينه. هنا العجينه ما شاء الله 2 كيلو، عامله 6 صواني من الصينيه دي. طبعا انت لو تلاحظوا انا بفرد، لو هي مش مريحه معاكي اركنيها وخدي غيرها. تمام، طالما انت ما شاء الله عامله كميه زي العجينه طريه ومش بتلزق، افردي بالراحه كده. لقيتيها مش مريحه معاكي خدي غيرها. انا هحشي الحروف بتاعتها جبنه. تمام، لو تلاحظوا انا هحاول ارفع الحرف بتاعها شويه علشان لما احط جبنه اتني الحرف ده عليه واقفله حلو قوي، وتطلع معاكي احلى بيتزا محشيه حرف جبنه. تحفه يا بنات، بسم الله ما شاء الله. باذن الله تجربوها بنفس الطريقه، وان شاء الله انا واثقه انها هتعجبكم. عرفوني في التعليقات. انا هنا بعد ما حطيت الجبنه على الحروف بحاول اتني الحرف العالي اللي انا كنت عاملاه على الحرف عشان يبقى حرف كده مدور، واضغط عليه تاني واثبته، واساوي كده العجينه بايدي، وابدا بقى احط الصلصه واحط الحشوات بتاعتي، الفلفل والزيتون والطماطم والسجق. عايزه تغيري في السجق وتحطي فراخ مقطعه او لحمه مفرومه، ده يرجع لك انت. بسطرمه، جمبري، غيري في الحشوه زي ما انت عايزه. اهم حاجه السر في العجينه، بتكون في الاول طريه وبتلزق على خفيف، اول ما تحطي الزيت بتكون طريه وما بتلزقش. اهم حاجه حبايبي الخل، والسر في عجن العجينه نفسها، القوام بتاعها ما بتكونش ناشفه. لو العجينه قاسيه كده العجينه هتطلع مش حلوه معاكي، لازم تكون طريه وما بتلزقش. احنا هنا يا حبايبي بنحط الحشوات. حطينا صلصه البيتزا الاول، وبعدين حطينا الفلفل الرومي، وبعدين زيتون وطماطم، وبعدين السجق. وهنا هنحط الجبنه الموتزاريلا، بس انا ما حطيتش كميه الجبنه كلها، انا عشان بس ما تسيحش وتنشف في الفرن معايا. لا، انا عايزاها تبقى سايحه وطريه في نفس الوقت، مش عايزاها ناشفه. فاول ما الصينيه تستوي وخدت لون ذهبي حلو كده من فوق ومن تحت، هبدا احط على وشها الجبنه الموتزاريلا. ازود بقى اللي انا عايزه ازوده في الوقت ده. اول ما تسيح ما تاخدش لون، اهم حاجه الجبنه ما تاخدش لون، وتخرجيها من الفرن. اول ما الصينيه تخرج يا حبايبي لازم تغطوها بفوطه، لازم تتغطى بفوطه علشان العجينه تحن كده على بعضها وتبقى طريه وهشه معاكي بالطريقه اللي انت شفتيها دي. انا هنا بعمل الصينيه التانية بنفس الطريقه، بلف الحرف على الجبنه اللي انا حطيتها، بحط صلصه، وبعدين انزل بالفلفل المقطع شرايح، وبعدين زيتون، وبعدين طماطم. شرايح الطماطم بتكون رفيعه قوي. وبنفس الطريقه بعد ما حطينا الطماطم هنحط قطع السجق وعليهم جزء من الجبنه، مش كتير عشان بس يمسك الخضار في بعضه، وبعدين هنحط باقي الجبنه. انا بس عشان ما تنسيش الصينيه جوه والجبنه تاخد لون، لا احنا مش عايزين الجبنه تاخد اي لون، الجبنه بتكون بلونها الابيض كده. اول ما البيتزا بتستوي بنحط الجبنه، مجرد ما الجبنه بتسيح خلاص بنخرج الصينيه ونغطيها. وقدميها حبيبتي بألف هنا وشفا. وقت السوا العجينه بتاخد لون ذهبي فاتح، ما تغمقيش لونها عشان ما تنشفش. زودي انت جبنه بقى اول ما الصينيه تستوي. طبعا انا هنا عملت الصواني كلها عشان ما اطولش عليكم الفيديو حبايبي. انا في الوقت دوت بقول لك اللي انا اهو ادخلها خدت لون حلو قوي، هزود جبنه بقى وادخلها، اخلي الجبنه بس تسيح واخرجها. ريحه
ولون وطعم ولا أروع. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة يا بنات. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. لو عجبكم ما تنسوش الشير لكل حبايبكم فضلا، والاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. ما تنسوش يا حبايبي اللايك. استنوني في وصفات كتير حلوة قوي ومميزة. في حفظ الله يا حبايبي، السلام عليكم.